عمرو أديب رجع تاني بكلام قلب السوشيال ميديا في لحظات، ومرة واحدة فتح ملف حساس جدا عن وضع المواطن المصري والقدرة على المعيشة. بص يا سيدي، القصة بدأت لما عمرو أديب اتكلم في برنامجه وقال إن الوضع الاقتصادي الحالي صعب جدا، وإن في تحديات كبيرة بتواجه الناس مش بس في مصر لكن كمان عالميا، خصوصا مع الأزمات اللي بتحصل حوالين العالم وتأثيرها على الأسعار والمعيشة. لكن الجملة اللي عملت جدل كبير لما قال بشكل واضح إن المواطن المصري مش ممكن يعيش ب10 أو ب11 أو حتى 12 ألف جنيه في الشهر، وبعدها ساب الناس في حالة صدمة لما قال إن الرقم الحقيقي اللي المواطن يقدر يعيش بيه بشكل طبيعي هو رقم هو نفسه ما قدرش يقوله على الهوا. الجملة دي تحديدا ولعت السوشيال ميديا في ثواني، وبدأت تعليقات بقى من كل اتجاه. في ناس شايفة إنه بيقول الحقيقة بشكل صريح وإن الأسعار فعلا بقت فوق طاقة أغلب الناس، وفي ناس تانية شايفة إن الكلام فيه مبالغة ومحتاج حلول مش بس توصيف للواقع. والموضوع موقفش عند كده، عمرو أديب كمان أشار إن لازم يكون في مواجهة حقيقية للظروف الاقتصادية مش مجرد رسائل طمأنة بس، وإن المرحلة محتاجة قرارات وإجراءات واقعية، لأن أي تأخير ممكن يزود الضغط أكتر على المواطن. وفي نفس الوقت اتكلم على فكرة التكافل بين الناس في مصر، وقال إن رغم الظروف الصعبة إلا إن لسه في مساعدات بين الناس وبعضها، وإن ده بيخفف جزء من الأزمة. ومن هنا بقى السؤال اللي فتح باب الجدل على أوسع نطاق: هل فعلا المشكلة في الدخل بس؟